السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وفي بيوتكم دايما متهنيين. طبعا طبق القطايف دوت لازم ولابد منه على كل سفرة مصرية رمضانية كده. في شهر رمضان لازم بيبقى ايه؟ طبق القطايف ده موجود ايه على السفرة. طبعا انا هعمله قدامكم كده بشكله الجميل ده وطعمه الحلو. طبعا انتوا كلكم شاطرين، بس انا حبيت ايه يعني اشارككم معايا. شايفين جميله ومقرمشه، وهوريكي طبعا تطلعي اللون الجميل ده ازاي. والعسل بتاعها او القطر او السيرب على حسب ما انتوا بتقولوا. كل حاجه هنعملها مع بعض في الفيديو. لايك وشير للفيديو، ويلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف هن ايه هنعمل ايه. طبعا ايه الكنافه ملهاش مقادير يا جماعه، لان في منها الحلو وفي منها الحادق وفي منها بالمكسرات وفي منها بالقشطه وفي منها بالقشطه الكدابه. يعني بصوا ابدعوا فيها زي ما انتوا عايزين. هنا المكسرات بتاعتي سهله وبسيطه ومتواجده ان شاء الله في كل بيت. زبيب وجوز الهند ولما صلى على النبي سوداني، بس مش اكتر من كده. وهحط برضو ايه معلقتين كده من السكر برضو مع المكسرات عشان ايه تديها طعم حلو يعني اهو. وده كيلو الا ربع قطايف شاريها جاهزه اهي. بصوا هنقلبهم كلهم كده مع بعضنا، يعني حاجه سهله وحاجه بسيطه، بس انا حبيت ايه يعني اشارككم معايا. طبعا الفيديو دوت كمالة الفيديو اللي فات، بس انا حبيت ان انا انزل ده لوحده وده لوحده عشان عارفاكم يعني الفيديو ما بيطول، ما مش بيبقى حلو يعني. هنا بقى بدأت ايه احط كده في القطايف واقفلها. اهم حاجه تقفلها كويس عشان لما تيجي تقليها في الزيت ما تطلعش يعني من بره المكسرات بتاعتها. المكسرات دي بقى على حسب راحتك انتي. حابه تحطي بندق ولوز وعين جمل، بصي ابدعي زي ما انت عايزه. كل واحد على حسب ظروفه وعلى حسب امكانياته. انا اللي عندي مكسرات عاديه خالص زي اللي موجوده في اي بيت. بس هنا بقى كنت حشيتها، طبعا مش عايزه اطول عليكم الفيديو وهحشيهم انا مع نفسي. هنا بقى هنعمل السيرب بتاعنا او القطر او العسل بتاع القطايف. عباره عن كوبايتين من السكر و3 كوبايات من الميه، لا اكتر من كده ولا اقل من كده. هتطلع معاكي عسل مظبوط وطعمه حلو جدا. وبصوا يعني مش مسكر قوي بحيث ان انت ما تبقاش برضو نفسك كده مش قادره ان انت تاكلي. لا ده عسل مظبوط 100%. جربوه ان شاء الله. يعني ال3 كوبايات ميه على كوبايتين السكر هيدوكوا عسل لا هو مش مسكر قوي، عشان خاطر تقدروا ايه يعني تاكلوا القطايف وهتعجبكم ان شاء الله. يعني سكرها مظبوط جدا جدا جدا، مع معلقه ونص برضو من اللي هو الجلوكوز دوت اللي هو اللي بيتباع في البرطمانات برضو هنحطه مع بعض. هنا بقى حطيت كوبايتين الميه والثلاث كوبايات 3 كوبايات ميه وكوبايتين قصدي من السكر. وزي ما انتوا شايفين كده جبت طاسه وحطيت فيها نار. طبعا هسيبها تعيش حياتها يعني. حطيت الزيت، واول ما الزيت كده هيسخن هنزل بايه بالقطايف كده اللي احنا ايه حطينا فيها المكسرات مع بعضينا واحده واحده. هخليكم بقى تطلعوا احلى قطايف واطعم قطايف هتاكلوها في حياتكم ان شاء الله. طبعا انتوا كلكم شاطرين وكل حاجه. ده هنا ده اللي كان متبقي مني يعني. بقول لكم خير رمضان هتاكلوا هيفيض والله العظيم. رمضان ايامه حلوه 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 حلوه. كل سنه وانتوا طيبين يا رب، ورزقه واسع ورزقه كتير، وكل يوم اكل وكل يوم شرب. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. والله كل يوم بصوا يعني انا مش بعرف اصور، لان طبعا ما عنديش وقت. فاللي بقدر عليه اصور لان مثلا ورايا شغل بيت، ورايا مسؤوليه واطفال بذاكر لهم، ورايا دروس بروح مع اولادي الدروس برضو، بس هي مكه. فاللي بعرف اصور بصور، واللي مش بعرف اصوره يعني. كل سنه وانتم طيبين. يوم رمضان قصير جدا، طويل وقصير في نفس الوقت. طويل لناس وقصير لناس. قصير بالنسبه لواحده زي عشان بصحى كده ايه اخد ولادي واطلع اروح بيهم الدرس. يعني بننام طبعا الساعه 5 الصبح ولا حاجه، وبصحى مع الساعه 10 11 كده اخد ولادي اطلع بيهم الدرس، اجي في اذان العصر
يا دوبك على ما احضر لقمه وكده بيكون المغرب برضو ايه اذن ونرجع نذاكر. يعني اليوم كله بصوا مشغول، مش فاضيه بصراحه. الحمد لله. شايفين؟ بصوا اهم حاجه ان انت تحطي الزيت يعني كميه حلوه ومش كتير برضو، لان الزيت غالي. يعني احنا مش هنهدر في الزيت والكلام ده كله، لان هي برضو القطايف من انواع الحلويات اللي هي بتشرب برضو زيت. يعني مش هقول لكم مش بتشرب زيت، لا، كل القطايف عموما بتشرب زيت، زيها زي السمبوسك اللي هي بتتعمل في البيت، اللي بتبقى بنفس الشكل ده، اللي بتبقى بعجينه معجونه بالعجين في البيت اهو. هنا بقى جبت مصفى وجبت تحتها طبق كده عشان خاطر اللي هطلعه احطه في المصفى علشان يصفي ان كان في زيت زياده ولا حاجه. هناك كده بقى اختي كانت بتعمل لاخويا برضو تحضر له الفطار بتاعه، كانت عامله له الفراخ اللي هي الكنتاكي ديت الكريسبي اللي هي جاهزه. بصوا اللون ده جميل جميل جميل، يعني انا بحبها كده. في ناس بتحب تطلعها افتح من كده، بس انا بصراحه مش بحب اطلعها فاتحه، بحب اطلعها اللي هو اللون الذهبي دوت، لاني بحبها بتبقى يعني بحبها مقرمشه، مش بحبها طريه، لان لو طلعتها قبل كده هتبقى طريه. وبرده من ضمن برده عايزاها مقرمشه يعني لازم يكون حاجه من الاتنين بارده، يا اما السيرب اللي هو الشربات او القطر زي ما بيقولوا عليه حبايبنا في دول الخليج، يا اما القطايف تكون بارده وهو يبقى سخن، يا اما هو يبقى سخن والقطايف تكون سخنه وهو بارد. حاجه من الاتنين يعني حاجه بارده وحاجه سخنه. هيطلع معاكم مية مية ان شاء الله. هنا بقى بدأت احط الرصه التانية اهو واقلب واطلع كده. حاجات سهله جدا. انا اعرف ناس والله العظيم يا جماعه بتشتريها وبتشتريها بفلوس يعني فلوس بمبلغ وقدره. القطايف دي اعرف ناس بتشتريها ومش بتعرف تعملها. احنا مش هنعمل حاجه، احنا مش هنقول بقى احنا هنعمل عجينه القطايف والكلام ده، لا، احنا شارينها جاهزه، ولو انتوا عايزين نعملها لكم برضو هعملها لكم، بس في ناس كتير عملتها ومش اول سنه يعملوها، فانا محبتش يعني ايه يعني نقعد بقى. ما بصراحه ما فيش وقت. هنا ده بقول لكم عسل جلوكوز اهو، دي معلقه وهحط نص معلقه تاني. ده بقى بيعادل ايه السكر، اللي بيعادل نسبه السكر اللي معموله في السيرب نفسه، بيخليها بصوا تحفه والله العظيم. انا مش هحلف طبعا وهقول لكم على حاجه ما يعني حلوه او مش غالي على فكره، يعني هو اصلا مش غالي، سعره حلو ورخيص. والبرطمان ده يعني بيقعد معانا فتره جامده. البرطمان ده لو عايزه اقول لكم اديله سنه عندي ولسه ما خلصش، لان احنا مش هنعمل حلويات على طول يعني، او انا مش من عشاق الحلويات عامه. اللي بتحب الحلويات مريم بنتي هي ومكه، حتى معاذ طالع زيي، هما طالعين زي باباهم، لكن معاذ ابني طالع زيي. لو كل اي حاجه حلوه بحسه كده جسمه كده يقشعر كده ويبقى ايه بالعربي كده يقولك ايه نفسه بتجزع من الحلو. هو بيبقى قاعد كده يجي ياكل حاجه كده ابص الاقيه مش عايز خلاص اهو. شايفين اللون؟ جميله 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 بصراحه. يعني انا بحب اللون ده، وناس كتير بتحب اللون ده، وفي ناس بيحبوها طريه وفاتحه، كل واحد على حسب ذوقه وعلى حسب ايه ما هو بيحب. يعني حبيتوا تطلعيها افتح من كده برضو ايه عادي تطلعيها قبل كده، مش هتقول لا يعني ولا حاجه. بس ان انت تشتريها من بره لا لا بصراحه لا، ما اعملهاش. هنا بقى بعد ما غلى كده لمده 5 دقايق هنعصر عصره ليمونه. حاضر يا مكه. طبعا انا بسجل لكم الفيديو ده بعد الفطار، فمكه بتقول لي تعالي اشربي الشاي. بصوا اهو كلها تبقى لونها واحد في الباب يا مكه، كلها لونها واحد، مفيش واحده فاتحه وواحده غامقه. برضو الزيت برضو يا جماعه انا بحط زيت، يعني مثلا بحس ان الطاسه نقصت شويه كده من الزيت بحط شويه بشويه، بحيث ان انا بعد ما اخلص الكميه اللي معايا ما يتبقاش زيت كتير ونهدر والكلام ده كله. كل حاجه غاليه يعني، والزيت عموما غالي، فانا بحط كتير يعني بحطه، وفي نفس الوقت برضو مش بحط كتير قوي. اول ما بلاقي الطاسه نقصت شويه اروح حاطه شويه تاني.
العقل زينه كده في كل حاجه. ودول شويه كده فانيليا كده، من اللي هي فانيليا سايبه بتتباع عند العطار، زي الشعيرات كده، بس بتبقى ريحتها جميله. تدي السيرب بتاعنا او الشربات او القطر برضو طعم حلو وريحه حلوه كده. القطايف ديت انا عندي برضو اخواتي زي برضو نفس القصه، مش بيحبوا الحلويات. اختي ام محمد لما كلتها برضو قالت لي بصراحه انا اول مره اكل قطايف وتطلع بالجمال ده كله، طعمها جميل. بص الشربات هو اللي برضو هو اللي ثواني يا مكه. الشربات هو برضو ليه عامل اساسي في يعني في نجاح الحاجه اللي انت بتعمليها. لو مسكر قوي، في ناس بتحب الحاجات المسكره قوي، بس احنا عموما ما بنحبش الحاجات المسكره. فلو مسكر قوي برضو مش حلو، السكر زياده مش حلو يا جماعه، ولا السكر ولا الملح ولا الدقيق. يعني واحد برضو لما يكون كده، يعني كل حاجه كده بالعقل كده، يعني سبحان الله. قالك الشيء الزايد عن حده بيتقلب ضده. خليها كده نظريه كده معاكم، الشيء الزايد عن حده بيتقلب ضده. فكل حاجه لما تبقى بالعقل بتيجي حلوه وبتبقى حلوه. كل سنه وانتم طيبين، يا رب ينعاد عليكم بالخير يا رب. يا رب ما تشوفوش اي حاجه وحشه. خلي لكم ولادكم وكل اللي بتتمنوه يا رب تلاقوه ان شاء الله. وكل حد بيدعي لي او بيتكلم عليا كلمه حلوه ولكم بالمثل، في ميزان حسناتكم ان شاء الله. يعني كل واحده بتكتب لي تعليق كويس ولكم بالمثل، وبقول لها جزاك الله خيرا، ربنا يكرمكم يا رب. اما كل حد بيكتب تعليق مش كويس او بيتكلم كلمه مش كويسه، فدي طبعا بصوا يعني هقول لها ربنا يسامحك. بس طبعا هو ما فيش حد بيكتب ولا حاجه، بس يعني ايه، يعني انا حبيت اقول الكلمتين دول لان كان في فيديو قبل كده ما عجبنيش الكلام فيه. اكيد طبعا هو حد مش غريب، يعني اكيد حد مش غريب، بس مش مشكله. يعني دول اعداء النجاح، دول اللي بنسميهم اعداء النجاح. بصي بقى ام محمد اختي شغاله في الفراخ. طبعا الفراخ دي بتتعمل على نار هاديه جدا، عشان كده مدياك اللون الحلو دوت. وانا شغاله في القطايف زي ما انتوا شايفين. قطايف حلوه وجميله وطعمها حلو. والله بتتباع بره، والله العظيم انا مش مصدقه ان في، يعني بتتباع بره في محلات الحلويات يعني بمبلغ وقدره. القطايف دي اللي هو الكيلو منها ب25 جنيه، الكيلو ب25. وهنجيب شويه مكسرات حسبة 15 جنيه، والسكر من البيت والكلام ده كله، يعني مش هتكلفنا مثلا 50 جنيه. ايه المشكله يعني؟ لكن انا ما اروحش اشتري مثلا بقد كده. بعدين حاجه نضيفه انت عاملاها بنفسك في البيت. هنا بقى كانت خدت بقى اللون الذهبي كلها لون واحد. وادي الشربات بتاعنا او السيرب اهو، خلاص طفينا عليه. هنقدمها بقى مع بعضنا كده بقى بحاجه حلوه. بصوا حطينا لها بقى كده اللي هو الايه، الفستق الكداب. او انا كنت شلت في اول الفيديو شويه جوز الهند، كنت يعني كنت احط لها جوز هند وكده، بس يلا الخيره فيما اختارها الله. شكلها حلو جميله ومقرمشه، السكر بتاعها مظبوط، حلوه جدا جدا. يا ريت تعملوها وتجربوها. وكل حاجه نعملها في البيت تبقى حلوه وبتبقى نظيفه، ضمن نظافتها. احنا اللي عاملينها بايدينا، ما نعرفش اللي بره عمل ايه. يلا اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين يا رب.